لسه طالع يا جماعة، ولسه جايب الطشت، واتفاجئت يا جماعة بالشقارة دي محطوطة عندي كده على السطح، وأول مرة أشوفها. حتى أنا بقى لايك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نخش بينا على الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وشفيع يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا رجعنا لكم بفيديو جديد. احلى ناس في الدنيا واجمل ناس. طبعا انا بقالي كتير بتاخر عليكم. طبعا يا جماعه انا كنت بصور الفيديو وبمسحه، بقالي كام يوم كده كنت زهقان، مفيش الا الفيديو النهارده اللقطه اللي انا نزلتها لكم بتاع السوق. فطبعا رجعت لكم بقى بالجديد. طبعا انا كنت مرقدة هنا. طبعا هنشوف كام بيضه كده بيضتها كله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. لا يا جماعه بيضه بعدد بيض كويس. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ونتفه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. نتفه. اللهم لك الحمد. طبعا هي البطايه دي. فانا هتقولي انت عارفها ازاي يا محمد؟ اقول لكم انا عارفها يا جماعه ان هي معروفه اصلا. طبعا هنرقدها بقى كده، هنهدلها بقى المكان. طبعا سيبناها بقى ترقد. طبعا هنقول لكم بقى اللي جه معانا مفاجأة بره. طبعا بس هنطمن بس على الرومي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الرومي رقد. طبعا هنطلعهم بقى بره. طبعا هم عاوزين لنا ميه واكل. طبعا انا هحط لهم بس كده شويه اكل يلقطوهم. رميت لهم بس كده شويه علفه كده بساط. طبعا بقى انا هعمل لهم الميه. جبت لهم القروانه دي يا جماعه، جبتها لهم عشان نحط فيها الميه. طبعا هفتح على الميه وهرجع لكم تاني. طبعا بقى يا جماعه احنا جبنا لهم كده الطشتين اهو. طبعا بحط لهم خل اهو يا جماعه، ده خل تفاح. هاتولي لا ده كده يا جماعه عشان يستحموا فيه. طبعا هقفل بس الازازه وارجع لكم تاني. طبعا بقى انا بعد ما نضفت الاوضه وكل حاجه، طبعا خلي التفاح يا جماعه يرطب عليهم شويه، ما يخليهمش يتعب ولا اي حاجه. طبعا هوريكم بقى المفاجاه اللي معايا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جوز نوتي بط يا جماعه، ما شاء الله الله اكبر يا جماعه. لسه جايبهم النهارده، جاي لي يا جماعه شحن من السوق عامة يعني يا جماعة. جاي لي هنا من واحدة تاجرة انا ما عرفتني. ده باين يا جماعة ان هو تحس ان هو دخل، بس هو مش دخل يا جماعة، دي انتاية. ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجة كده محترمة. طبعا بقى ينزلوا بقى في المية يرطب على نفسهم. طبعا هتقولوا البطاية دي متكسحة ليه يا جماعة؟ اقول لكم مش متكسحة، دي هي بس بقالها كده كام يوم من ساعة ما جبتها الصبح وهي مربطة. طبعا لما فكتها عملت كده. دي الواحدة بكام؟ دي الواحدة يا جماعة ب170 جنيه. البطاية من دي 170 جنيه. الله أكبر. دي الواحدة يا جماعة 170 جنيه. بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي مش عارف يا جماعة، هي بدأت تقف اهي، بدأت تشرب. طبعا عشان الجو حر يا جماعة، فطبعا حطيت لهم الطشتية فيها مية ان شاء الله ينزلوا فيها دلوقتي. هم دلوقتي هينزلوا يستحموا فيها. طبعا هطلع البط من جوه وهرجع لكم تاني. كده احنا عندنا بقى مزرعة بط. بسم الله ما شاء الله. 6 نوتي يا جماعة، الله اكبر. 6 نوتي وذكر واحد. طبعا هتقولوا 6 نوتي كلهم على الذكر واحد؟ اقول لكم لا يا جماعة اكيد. طبعا زي ما انت شايف، طبعا هي في منهم انتهى راقدة اصلا، مش اللي انا رقدتها يا جماعة، ده انا اتلخبطت بس من شكلها. فطبعا دي واحدة تانية اللي هي الاولانية دي المفروض اللي تبقى راقدة، اللي انا عملت لكم عليها زوم دي المفروض دي اللي تبقى راقدة. فانا طبعا رحت مرقد اختها التانية
ام وش ابيض، بس انا لسه هعلمها. انا كده عرفت شكلها. ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يا رب يبارك لينا ويبارك لأمة محمد أجمعين، ويبارك في خيرنا يا رب، وفي حالنا وفي مالنا وفي كل حاجة. طبعا هما لسه بس يا جماعة بيفوقوا. طبعا البطيئة أول بس ما ترقد أو تكن على الرقاد هروح مرقدة على طول. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني البط جاي مني يا جماعة. البط الأولاني ده كان جاي ضعيف شوية، لسه قايم من على رقاد، وطبعا لسه بقى مقومينه. طبعا شايفين البطاية البيضة، شوفوا رجلها بس عاملة ازاي، تحس ان هي ورمة، بس هي مش ورمة ولا حاجة، دي بس المرباط. طبعا اول ما ينزل في المية هرجع لكم تاني بالفيديو.